عايزه اقول لكم انا بجد حزينه قوي، عشان عملت فيديو وبعد ما عملته خلصته وعملت اديت مسحته بالغلط هو والفيديوهات الاصليه. anyway ندخل في فيديو بتاع النهارده. انيو هلو. جاي اتكلم معاكم بقى عن حاجه ليها علاقه بالدراسه، وايه اساسيات اللي بناخدها معانا في الشنطه واحنا رايحين الجامعه، وبالذات سنه اولى عشان نكون مشتتين ومش عارفين نعمل. بس قبل ما نكمل الفيديو كان نفسي اقول لكم ان انا هجربها اول مره، بس انا ادمنتها اصلا، انا بحبها قوي دي كلها، فده ممكن يكون ريفيو صغنن قد كده. بجد انا عاجبني قوي فكره تحفه، بجد تحفه. بصوا بقى، اول حاجه انا كنت عامله عليها اصلا في فيديو مشتريات بتاع شهر، مش فاكره شهر ايه بالظبط، بس المهم الشنطه دي بصوا في منها اشكال كتير وفي منها براندات كتير، بس دي طبعا انا كنت جايباها عادي من السوق، فعادي ممكن نبدلها اصلا توت باك، ممكن نبدلها باي شنطه كبيره عندنا عادي، فاهمين؟ اي حاجه تريحكم. المهم بحس ان الشنط الكبيره في الجامعه بتساعد اكتر ان فليتس جو. بصوا اول حاجه انا باخد معايا نوت كتير شويه، ولكن ده طبيعي، مش لازم كله ياخد بالكل الكم ده اصلا، ماشي؟ انا عشان بصوا كل دول طبعا مش حاجه اساسيه ان احنا ناخدها كلنا. اول حاجه ده التابلت بتاعي مع القلم بتاعه، تمام؟ التابلت على حسب الجامعه اللي انت فيها، بس انت هتحتاجه في PDF وكده، فالتابلت معاك اساسي. فانا بحس ان الشنط الكبيره بتاخده وخلاص تحتويه. القلم اساسي معانا من ناحيه انك هتكتب فيه كل حاجه لكل المواد اللي عندك في الجامعه، فاهمين؟ هو بيكون 100 ورقه بتاع عادي، هاتوا اي شكل، بس احس ان انتوا تجيبوا حاجه لينه كده ان احنا نعرف نتنيها، تبقى معانا في الجامعه اسهل بكتير من ان احنا نجيب حاجه كبيره، عشان مش هنقدر نشيل كل ده على ايدينا او ظهرنا او اي حاجه، فاهمين؟ هتبقى تقيله قوي علينا الصراحه. اما الباقي ده لأ، فانا جاي اقول لك ان انت ممكن تستبدل الكشكول بسلك، تجيب كشكول عادي، ممكن تستبدله اصلا بان انت في اول فتره، في اول اسبوع او اسبوعين، انت مش محتاج ان انت تكتب كتير، انت اصلا لسه مش عارف المواد مش عارف الدكاتره، لسه مش عارف مين اللي داخلك ده، فانت بالتالي بتبقى لسه في الاول، فانت ممكن تاخد معاك نوت صغيره تكتب فيها بس الملاحظات، اهم كلام بيقوله، عناوين حتى الدروس اللي هو بيقولها، فاهمين؟ مش لازم نكتب كل حاجه وراه، او ممكن دي حاجه متوسطه بين البنين. على فكره دي انا اللي عاملاها يا جماعه من تصنيعي، فان شاء الله. وبس دي بقى بالنسبه لي صراحه دي حاجه شخصيه، مش شايفاها ان حد اجباري ان هو يجيبها، هي عندي اصلا بقالها سنتين، فاكتشفت ان لسه في باقي منها فاضي مكنتش استعملته. دي بيكون فيها تقسيمه الاسبوع كده، بيكون فيها تقسيمه الاسبوع كده، وبيكون في تحت اللي هو experience، اللي هو انا ايه اللي استفدته مثلا، ممكن استعملها بس الصراحه مش بشكل يومي يعني، فاهمين؟ انا ممكن اخدها مره بس في الاسبوع معايا، اول مره، اول اسبوع مثلا، اول يوم في الاسبوع، علشان اعرف احدد افكاري، وبس بعد كده اسيبها بقى في البيت واصورها مثلا على التليفون او اكتبها على التابلت، فاهمين؟ فدي مش طبعا حاجه اجباريه يعني. الحاجات المهمه قوي ان احنا ناخد معانا ازازه ميه واحنا رايحين في اي حته بجد، فبحس ان الشنطه الكبيره بتسهل الموضوع ده، ان انت تحط ازازه الميه معاك في الشنطه وخلاص ما تشيلش همها، فاهمين؟ ممكن ناخد برضو معانا اللي هو مثلا المج الحراري شبه ده، حاجه صغيره بحيث ان احنا نحط فيها حاجه نشربها سخنه. تعالوا ندخل بقى ايه في حاجات البنات شويه. اوكي بصوا، عايزه اقول لكم حاجه. اول حاجه مناديل، بس انا طبعا مش معايا علبه مناديل دلوقتي، بس دي مناديل نضيفه برضو يعني. ف مناديل وايبس ومناديل عاديه، دي اهم حاجه برضو من الاساسيات اصلا تكون معاك دايما في شنطتك او شنطتك، هي المناديل تكون معاك دايما. بصوا
في كمان حاجه انا بالنسبه لي بحسها مهمه، هي بصوا انا عارفه ان السوسته باينه ان هي مفسوخه، كان انا عندي منها كتير وكان دي انا بحبها بس كنت طالباها من شي ان. انا عندي منها انا اللي مصنعاها، فكنت جايبه الفكره اصلا منها، بس انا عملتها بشكل في الشنطه عشان قلم فما بياخدش مساحه كبيره شبه التانيين، فاهمين؟ الاقلام بقى اللي انتي بتستعمليها رصاص جاف اي حاجه وتاخديهم معاكي في الشنطه وبس. انا بزرعها اصلا بعمل دي كده متاخدش مساحه. فدي برضو حاجات يعني ممكن بقى نحط في حاجه تانية ايه برضو نخصص واحده شبهها تكون حاجات بقى حاجات الشخصيه، او ممكن نحطها في دي بتاعت الميك اب او الحاجات اللي احنا يعني بنستعملها، بس احس ان احنا ممكن نحطها في حاجه تانية صغيره شويه على قدها. بنات فهموني انا اقصد يعني لازم تكون معانا دايما في الشنطه، علشان في الجامعه انت متبقيش عارفه تعملي ايه، وبالذات عندنا مثلا في جامعه دمياط الجامعه كبيره قوي تمام، ويعني عشان تخرجي مثلا تروحي صيدليه تجيبي حاجه او كده، الصيدليه مسافه شويه جبتها 4 ساعة فاهمين، ومشي جامد قوي، فلو اصلا الواحده مبتكونش قادره يعني، فبحس ان انتي لازم تاخديها معاكي في الشنطه او في حاجه فاهمين، اللي هو قلنا بوك مثلا صغير كده نحط فيه بس، وده على الاقل الحاجه اللي تريحه ياخدها معاه، بس اساسها هي تكون معاكي بس بلاش ايا كان نوع ايه، ايا كان شكله ايه، ايا كان حجمه. بحس ان الحجمين دول كويسين قوي، بحيث ان هما صغيرين وبالذات ده اكتر، وسعره كمان بسيط ان انت تجيبيه معاكي، مفيش اسهل من كده صراحه. بصوا بقى بحب منظرها، بحب اهتم بيها قوي، فتلاقوني دايما بيكون معايا مبرد من زمان قوي، صحابي دايما بيكونوا شايفين معايا مبرد، فاللي هو بيقولوا لي هنا انت معاكي مبرد ليه، او بس فانا بشوف ان المبرد اساسي مش قوي. ومن الاساس برضو اللي هي المرايه، مش اجباري، اللي هي عادي حاجه اختياري. هو سمبل انا بستعمل بتاع كيو قلتلكوا عليه كتير قوي، بس انا عايزه اغيره اصلا. واخر حاجه وهي من الحاجات طبعا الاساسيه معانا، هي عارفين دي اساسيه ليه؟ دي ايربودز. اولا انا بحب دي لسبب واحد، ان هي لما بتفصل شحن انا اقدر هنا اشحنها تاني، فبشحن العلبه نفسها 100%، وبشحن السماعات برضو 100% قبل ما استعملهم، وبستقعد معايا اليوم كله، ممكن تقعد معايا يومين اصلا. ولو معانا هيدفون او سماعه سلك بس بجد مهمين جدا معانا في الجامعه، بحس ان هو ده شيء مهم، لانك في وقت كتير قوي بتبقى قاعد فاضي، بيبقى في فرق بين اصلا المحاضرات، ف يعني بحس ان هي حاجه مهمه. واخر حاجه بقى هو البوك بتاعنا. انا طبعا البوك بتاعي جديد شويه متبهدل شويتين 3، ان شاء الله اجيب واحد جديد على فتره كده بعد الدراسه، هبدا احوش واجيب واحد تاني جديد. بس اهم حاجه نجيب حاجه نعرف نحط فيها، يعني مثلا انا ده سايباه معايا لحد دلوقتي لان في كذا مكان، فكل مكان انا بستعمله في حاجه. بحط مثلا البطاقه بتاعتي، كريدت كارد، الكارنيه بتاع الكليه، عارفين اصلا عامله فيه لقطه محدش عارف يعملها على فكره، حتى الصوره بتاعتي عادي جدا اصلا الراجل نفسه بيقول انت حطيتيها عشان لو انا نسيت مفاتيح، وما تنسوش مفاتيحكم حطوها برضه في الشنطه، بس يعني ايه خلوا اعرفوا يعني حاولوا تحطوا مفتاح معاكم في البوك احتياطي، لو انتوا نسيتوا المفتاح بتاعكم بتاع البيت يبقى معاكم، عشان ما تعرفوش الظروف فيها ايه، وما تعرفوش انتوا ممكن تروحوا البيت في يوم وما تبقوش مثلا حد في البيت، حد من كلهم مشغول. بس واهم حاجه يكون معاكم فلوس كفايه، او يعني عشان بس ما يحصلش حاجه، لان مثلا احنا كليتي احساسها حرة شويه، والحاجه فيها بتكون بالضعف، واي كليه بتكون نفس الرينج، ف هنروح حساب. بس كده اكون نهيت معاكم، اتمنى اكون مرجعش كتير، بجد اكون بفيدكم، و الصراحه يعني انا مبسوطه ان الدراسه بتيجي، لان بحس ان الدراسه بالنسبه لي بشغل بالي وبشغل عارف حاجات اكتر
من مجرد ان انا بعيش يومي وخلاص. نسيت حاجه يا جماعه، نسيتها خالص. ما تنسوش تاخدوا معاكم اكل او لانش بوكس او ايا كان حطوا فيها اكل. مش عارفه انا نسيتها ولا لا، صح ولا؟ بس كده.